السيد شفيق عبد الحق اولا مستثمر نائب برلماني بعمالة دائرة معاملة مقاطعة عين الشق. اليوم لا كل شيء فرحان في هذا اللقاء تشاوري لإيجاب توجيهات سامية لصاحب الجلالة. الاقتراح ديالي كمستثمر أننا كنشوفوا كاين شباب، كاين طاقة شابة كاينة في مقاطعة عين السوق اللي عندها أخلاق كبيرة ولكن ما عندهمش كفاءات، ذلك راجع إلى مراكز التكوين، قلة مراكز التكوين بالعمالة، وحتى المناطق الصناعية ما موازياش مع العدد ديال السكان، لأن عمالة مقاطعة عين السوق عرفات واحد النزوح سكني، سواء اللي جات عن طريق التراخيص الاستثنائية لنصت على السكن أو جات البناء العشوائي، وهذا عندنا بحكم الموقع ديال العمالة جغرافيا بمدينة الدار البيضاء. اليوم حنا ملي كنا كندرسوا في الجيل ديالنا، ملي كنا كندرسوا كنا كنلقاو ثانويه فيها واحد الجناح ديال التكوين، اي تلميذ اللي ما توفقش في الدراسه كيمشي للتكوين مباشره كيمشي للتكوين. اليوم هالجناح ديال المراكز ديال التكوين داخل المؤسسات التعليميه تحيدوا. النهضه اللي كان اليوم من مورا كورونا الى يومنا هذا كاين واحد النهضه ديال المستثمرين ديال المونتاج ديال التركيب الاجانب اللي كيجيو المغرب وكيستثمروا، كيلقاو شباب ما عندوش كفاءات، ما كيلقاوش يد تقنيه، يد شباب عنده عقل تقني باش يخدم. اذا كيكون واحد النقص، كيلقاو واحد النقص من هذه الطاقه الشابه الغير مؤهله تقنيا، وذلك راجع الى مراكز التكوين اللي كاينه قليله، وحتى مراكز التكوين اللي كاينه دابا داخل العماله ما تمشيش مع الاتجاه. اليوم انه باش غادي يجي صيني، مستثمر صيني عندنا هنا ويبغي يدير المونتاج في واحد، كيدير المونتاج لواحد لابياس يبغي مونتيها، خاصو يكون عنده واحد عامل عنده رؤيه، الى عنده سافوار فير، عنده رؤيه متكامله. اذا اليوم خاصنا نراجعوا هاكيز ديال التكوين، وبغينا التكوين يكون في المؤسسات التعليميه ما يكونش عن طريق المجتمع المدني، يكون تكوين مؤسساتي، مؤسسه ديال التكوين ومؤسسه ديال التعليم. بالنسبه للصحه انه كاين بالنسبه لسبيطار السقاط السيده العامل خدمات بحيدات دوك البنايات المجاوره لسبيطار السقاط، مستشفى السقاط حنا وغادي توسع، ولكن ما بغيناش سبيطار السقاط عباره عن بنايات جوفاء خاليه من التجهيزات ومن الاطور. وهذا حنا اليوم انا طرحت سؤال شفوي في البرلمان وراه غادي يطرح مستقبلا، كنطلبوا من وزير الصحه هاد الاطباء اللي مشاو للخواص اللي فتحوا العيادات ديالهم وداروا المصحات ديالهم يعطيو واحد الساعات للسبيطار ديال كل عماله، يعطي واحد الساعات للسبيطار ديال السقاط، لان راه ما كاينش الاطور، ما يمكنش حنا طبيب واحد ولا جوج نعطيهم 374 الف ديال السكان يعالجها، راه ما يمكنش. اذا خاص تكون واحد الروح ديال المواطنه لهاد الاطباء، تكون روح ديال المواطنه تكون عندهم. اذا خاص وزير الصحه يتدخل ويكون واحد القانون، اي طبيب عنده مشروع ديالو خاص به داخل عماله مقاطعه عين السوق يعطي واحد الوقت ديالو في سبيطار السقاط، ويكون واحد البروغرام هنا. هذاك العبء غادي ينقص على الاطباء اللي داخل مستشفى ديال السقاط، وثانيا غادي يكون
المريض يمشي للسبيطار ديال السقاط غادي يلقى الامكانيات موجوده، وبغينا يكون سبيطار السقاط مستقل من ناحيه التجهيزات. اذا كل ريم يكون سكالير يكون كل شيء، ما يكونش البنات جوفاء. وملي كيمشي الموريزكو كيقولوا لهذاك المواطن كيقولوا ليه تسنى 3 شهور ولا يصيفطوا لشي يخلص 4000 درهم في ليريم ويخلص 1500 درهم في سكالير. هذا الشيء راه ما بقاش مقبول. واللي كان عليه ما هو الاراضي الشاسعه. انا فتحت درت واحد الدراسه على الاراضي المحيطه داخل عماله مقاطعه عين السوق، جزء منها لقيت 100 هكتار اراضي غير محفظه وهي ديال الدوله والاملاك المخزنيه ما دايراش القانون باش تحط يدها على هذه الاراضي، لان الرؤيه ديالنا الرؤيه المستقبليه خاصنا نشوفوا كيفاش غتكون العماله مستقبلا. منا حنا غنمشيو بحالنا، ولكن بغينا نشوف واحد الرؤيه مستقبليه حقيقيه. والرؤيه المستقبليه حقيقيه خاصها تحط الدوله يدها على الممتلكات ديالها باش يمكن لها تخرج بعض المشاريع اللي غتفيد السكان وتفيد الشباب. وهذا هو النقاط الاساسيه اللي بغيت نطرحهم في هذا وهذاك الندوه. واللي ضيق الوقت انه هو ما وصل الصوت ديالي. وانا هاد النقاط اللي حطيت دابا راه حطيتهم اسئله شفويه في البرلمان، وفي المستقبل راه غنحرج الوزراء المعنيين باش هاد الشيء يخرج الوجود. وشكرا.